كتبنا في الفيديو اللي فات ببلشر. في الفيديو ده بقى هنكتب سبسكرايبر، وهنشرح ازاي السبسكرايبر بيشتغل، وازاي اكتب يعني سبسكرايبر في روس 2. طيب، اول حاجه اعملها زي الفيديو اللي فات هو هنعمل امبورت لنفس الحاجات بالظبط. RCL باي والروس نود والكلام ده كله، وبعدين هنعمل كلاس هنسميه سبسكرايبر، و subscriber ده هياخد inherit من node، وبعدين هنعمل init function. ال init function دي ال init function ديت هتاخد من node برضو، وبعدين سوري هتاخد self وبعدين هنعمل super دوت init ونسمي النود بتاعتنا subscriber. تمام، لحد هنا مفيش اي حاجة مختلفة. بعدين بقى هنيجي نشرح حتة مهمة جدا. دلوقتي احنا في الببلشر قلنا ان بيبقى عندنا تايمر، والتايمر ده بيتريجر كول باك اللي انا بديها له كارجمنت كل وقت معين. فاحنا مثلا we set it up ان التايمر زي ما احنا شايفين هنا كان 0.5، وبيتريجر الكول باك اللي انا اديتها له كارجمنت كل 0.5 seconds عشان يببلش مسجز كل 0.5 seconds. تمام. طيب، السبسكرايبر بقى هو بيجت تريجرد عن طريق الايفنتس، او هو ايفنت دريفن. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي الببلشر احنا قلنا ان هو تايمر دريفن، السبسكرايبر بيبقى ايفنت دريفن. يعني وانس ان هو received the message basically الكول باك بتجت تريجرد. طيب، فانا بكرييت السبسكرايبر بتاعي، سبسكرايبر instance بتاعتي اسميها subscriber، وهعمل self dot create subscription، والسبسكريبشن ده هيكون من نوع string، وهيكون على التوبيك اللي احنا قلنا اسمها string topic. هسبسكرايب ليها بقى دلوقتي، هعمل لها subscribe، وهيبقى self dot listener callback. الكولباك دي بقى اللي هنا هي بتكون event driven مش time driven زي الكول باك بتاعت الببلشر اللي انا بكون عايز اعمل لها triggering كل نص ثانية او كده. هنا لا، هنا once ان المسج is received او المسج is sent على التوبيك، السبسكرايبر هيجت triggered على طول، ويسمع الايه ويسمع المسج على طول، او يسمع المسج على طول ويشو او يعمل لها بروسيسنج. فاحنا هنا مثلا هنقول ان احنا بقى listener callback دي بتاعتنا اللي هنا ديت هنعمل لها definition نسميها listener callback، هنعمل self ومسج. تمام، وبعدين هن self dot get logger و تك info ماشي تك اف، ونقول ايه I heard والمسج بقى نفسها اللي هي ايه اللي وصلت. هنا انا كسبسكرايبر النوع البروسيسنج او نوع اللي انا الداتا اللي بستخدمها دلوقتي بستخدمها بس لمجرد ان انا اشوت. بس طبعا لو احنا هنعمل بقى ابلكيشن حقيقي او كده، هنشوف ازاي بعد كده ان احنا هنعمل بروسيسنج للداتا ديت. يعني مثلا لو الرقم ده ريدنج من سنسور او ايمج او كده، باخدها بقى واعمل لها شوية بروسيسنج. مثلا لو عندي كمبيوتر فيجن او عندي AI عايز اشغله على مثلا الصورة او على الستريم بتاع الايمجز بتاعتي، هقوم ايه في النود بقى هنا هقوم مسبسكرايب للايمج توبيك، وبعدين اول ما الايمج تتبعت لي هقوم ماشي هقوم مشغلها مثلا، او هقوم مشغل اعمل تريجر مثلا الاي اي موديل عشان تعرف انها تقرا مثلا او تحدد لي مثلا جراس بوز. يعني ايه جراس بوز؟ يعني البوز اللي الروبوت المفروض يروح له عشان يمسك مثلا اوبجكت او حاجه. تمام. طيب، نعمل المين بقى بتاعنا
المين بتاعتنا، ونقول هي هتكون مش فارقة كتير، فاحنا ممكن نعمل لها كوبي من اللي فات ونغير فيها بس شوية حاجات بسيطة جدا جدا اسهل بدل ما نقعد نكتبها من الاول. طيب سبسكرايبر هنسميه الانستنس بتاعنا سبسكرايبر، وهنعمل له كده 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 تمام. وبعدين هنعمل if name main ساعتها لو سمحت يا باشا run المين. تمام، او run المين تمام. طيب في الببلشر برضو احنا اظن نسينا نكتب الحتة ديت، فنكتبها برضو. طيب كده عرفنا ازاي بنكتب الببلشر وازاي بنكتب السبسكرايبر وازاي الببلشر هيبعت المسج على توبيك، وازاي ان هو بيكون تايم دريفن، يعني بكريت تايمر، والتايمر دوت بخليه تريجر كل تايم بيريد كول باك معينه، او بتريجر فانكشن معينه كل تايم بيريد اللي هي هنا هتبقى حوالي نص ثانيه. هيقوم باعت النوت ديت، هتقوم باعتة مسج اسمها هالو روبوت، وبعدين هتكون كاتبه مثلا في هالو روبوت ديت اول مسج هتكون 0، تاني مسج هتكون 1 2 3 كل نص ثانيه. تمام. وبعدين عرفنا يعني ايه سبسكرايبر، وقلنا ان السبسكرايبر هو اللي بيسبسكرايب للتوبيك، وعن طريق السبسكريبشن ده بيريسيف المسجز في كول باك. الكول باك دي بتكون event driven، يعني بتكون triggered once the message is sent. وبياخد بقى في الكول باك المسجز ديت ويعمل لها بروسيسنج زي ما احنا شايفين هنا، مثلا ان هو هيرد بقى يقول I heard كذا كذا. طيب تمام. النكست ستيبس بقى او النكست فيديو هنوري ازاي هنرن الببلشر والسبسكرايبر ده، وازاي هنشغلهم مع بعض.